السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. اتكلمنا امبارح عن بعض الميليشيات اللي بيجهزوا نفسيهم لغزو مصر. تخيلوا انتوا بقى، يعني حضراتكم ليكم ان تتخيلوا مصر دخلت حروب صريحه، مواجهه صريحه مع دول عظمى في عدوان ثلاثي عليها، وتحملت قدر الامكان، وخرج الجيش مع الفدائيين كان ليهم كلام تاني خالص، اللي بيه انه هو غير مجرى الامور، واجبر 3 قوى عظمى ان ينسحبوا من مصر، وما قدروش ينزلوا مشاة على ارض مصر، كانوا بيضربوا بالطيران. النهارده احنا المفروض يعني ان احنا تهددنا وبنتهدد من بعض الميليشيات المسلحه، بالنسبه لنا احنا تسليح خفيف، المدربه بالنسبه لنا احنا الاشبال عندنا اللي بيتدربوا كاراتيه وكونج فو احسن منهم، مش هنمثلهم ابدا بقوات الصاعقه اللي محدش لغايه النهارده شافها. قوات الصاعقه يا ساده يا محترمين، والقوات الخاصه مش اللي حضراتكم بتشوفوها في الافلام الهابطه اللي بتظهر الناس، اللي الخيول السوداء اللي ورا الكاميرات بيظهروها بمظهر سيء في بعض الافلام الهابطه، فمش هم دول رجال الصاعقه. فعلشان انا عايز اقول حاجه صحيحه، اصل الناس دي نامت صحيوا فقالوا يلا بينا يا جماعه نهدد امن مصر، ولا اكيد في فلوس ودعم دخل؟ طب الفلوس والدعم اللي دخل ما هو سلاح ذو حدين، خلي بالك، ده امر خطير جدا ان انت ممول ماديا، يعني مش مغيب، لا هتسيبك من مغيب، لان العالم دي مرتزقه، اللي بيتدربوا على احدى الاراضي العربيه اللي المفروض انها دوله عربيه تنتمي للوحده العربيه، والمفروض انها تكون اكتر دوله تنتمي الى مصر، بيتم تدريب ميليشيات عسكريه هناك علشان يجوا يهددوا الامن القومي المصري. النهارده الناس دي تم تمويلها منين؟ يا ترى من دولة عدوة ليك؟ واعدائنا احنا عارفينهم، الامور واضحة ومعروفة للصغير قبل الكبير. مين عدوك يقول لك كذا، مين عدوك يقول لك كذا. ملناش اعداء كتير، المفروض الظاهر قدامك على الشاشة ان مالكش اعداء كتير، لكن الباطن اللي ورا الظهر اللي ما يعلمه الا المولى، والمفروض ان احنا عندنا اجهزة في البلد بتشتغل ولازم واجبها وشغلها يعرفوا ايه المستخبي. فلما عدوك يمولك او يمولهم علشان يزعزعوا الامن عندك، فالامر بسيط وتقدر تتعامل على هذا الاساس. لكن لما يكون حبيبك اللي بيمد ايده في ايدك يقول لك اهلا وسهلا فخامة الرئيس، اهلا وسهلا في بلدك الثاني، اهلا وسهلا بيك عزيز على القلب، رئيس وحكومة وشعب، ومن ناحية تانية بيكتب الشيكات علشان تتصرف للميليشيات عشان يحاول يهدد امنك القومي. هو ده عدوك الخفي اللي انا بكلم حضراتكم عنه النهارده، او اللي فاهم نفسه عدو خفي. يا سادة يا محترمين، الكيان نفسه لما بيطلع يستهدف دولة من الدول اللي حضراتكم شايفينهم بعينيكم، خلي بالكم كل طلقة رصاص بتنضرب هو قابض تمنها، وشغلوها بمعرفتكم. مفيش حملة بيطلع لها الا ما بيكون تم تمويلها مسبقا مرة واثنين وعشرة. احنا في بعض بنمول ميليشيات وكيانات مستعمرة علشان تضربنا في بعض بايدينا مش بايد حد تاني. والايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت كانت اكبر دليل، وعلى عينك يا تاجر، تحت اسم الاستثمار. ومن تاني اسبوع تم استهداف ايران. يا سادة يا محترمين، احنا مش قليلين كمصر وجيش مصر، حكومة مصر، القيادة السياسية في مصر، وقبل كل دول وبعد كل دول الشعب المصري. وأجاركم الله من الشعب المصري لما يشعر بس ان في خطر خارجي جاي، الكل بيتحرك بأمر الله.
بس هو طبيعي ان الجيش مش هيدي فرصة للشعب ان يتحرك، لان الجيش بسم الله ما شاء الله عندنا عدد الجيش عندنا 100 مليون مقاتل، 100 مليون فدائي، 100 مليون محارب، 100 مليون محافظ على الارض المصرية ضد اي غزو، ضد اي اعتداء، ضد اي خروق للحدود. وسيبوكم من اللي بيحصل في الجنوب، ده كلام فاضي، لعب عيال، حتة صحراء فاضية وسعادتك مش محتاج ان انت تحط عليها حراسات شديدة، ويجوا شوية رعاة غنم، وحتى الغنم ليهم كرامة عنهم. يقولك احنا احتلينا الحدود المصرية السودانية الليبية، ولو طلع من عندنا طيارة هليكوبتر واحدة يقودها مقاتل واحد ومعاه قناص على رشاش واحد، هيخلي الكل يجري قدامه زي الفيران، ملهمش اي لازمة. فيا سادة محترمين المصريين، انتوا عايشين على ارض قوية جوه حماية ربنا عز وجل، ربنا حمينا جميعا، وبأمر الله اللي بيطلب حماية ربنا فربنا فوق الجميع، واللي بيطلب حماية القوى العظمى اللي متغطي بيهم عريان. واعملوا قواعد براحتكم في اراضيكم، انتوا بتشعروا من داخلكم ان انتوا فعلا رجالة وعندكم نخوة، بتحموا ارضكم وبتحموا حريمكم وبتحموا اطفالكم وبتحموا انفسكم. بمين؟ بالغريب اللي لا عنده نخوة ولا دين ولا يعرف ربنا اللي انتوا بتؤمنوا بيه، ولا يعرف الرسول اللي انتوا بتؤمنوا بيه، ولا بيعترف بالكتاب المقدس مسلم او مسيحي اللي انتم بتؤمنوا بيه. انتوا فعلا حاسين بالفخر والاعتزاز لوجود مثل هذه القواعد على اراضيكم؟ حاسين؟ ضد مين؟ الدولة الفلانية والمملكة الفلانية والامارة الفلانية ضد مين؟ لما انتوا حبايب وبتاخدوا بعض بالاحضان، ضد مين القواعد دي؟ فاحنا كمصر بامر الله لا عندنا قاعدة، ولا هنسمح باقامة قاعدة، ولا هنسمح باقتحام او خرق الامن القومي المصري على اي حدود لينا، شمال شرقي، شمال جنوبي، الجنوب، الشمال، الشرق، الغرب. مش هنسمح بامر الله. مصر محمية بالله عز وجل مش بالقواعد العسكرية. مصر قادرة برجالها بامر الله مش برجال حد تاني. مصر قادرة بشعبها، ولما بنتهجر داخل بلدنا بنطلع من هنا لهنا، ما بنطلبش حق اللجوء الشعبي لاي دولة من الدول. ولما بنسافر بره بنسافر للعمل فقط. فاهلا وسهلا بكم حضرات الميليشيات المحترمة، لغاية دلوقتي هنقول محترمة، لعل وعسى ان تكون حضراتكم عندكم استعداد تعيشوا او عاوزين تعيشوا، لان لازم تحطوا في الاعتبار ان مصر مقبرة للغزاة. هنكون في انتظاركم ايها الميليشيات، هنكون في انتظاركم في مصر ايها حسالة المجتمع. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وللحديث بقية. السلام عليكم.